السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. النهاردة إن شاء الله لقيت عندي شوية تمر كتار جدا كده في التلاجة من رمضان، فمسكتهم فصصتهم وعملتهم عجوة. أحلى عجوة إن شاء الله تعملوها بإذن الله. تعملوا بها منين أو تعملوا بها قرص طرية إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. بسيطة جدا وسهلة جدا وهتعجبكم. ولو عندكم اي بلح يلا قوموا فصصوه واعملوه، واللي مشتركش معانا في القناة يشترك. احلى متابعين في الدنيا عشان تكبر بيكم ان شاء الله ويوصلكم كل جديد. بصوا العجوة طرية وحلوة قوي ازاي اهي. دي بعد ما خلصتها وفرمتها وحطيت عليها السمسم والسمنة البلدي، وتحطيها بقى في كيس كده او في علبة وتبططيها كده وتشيليها او تكوري وتعملي على طول بقى شوية منين ولا شوية قرص او شوية حاجة، او ممكن نعمل بيها جلاش حلو. انا بحط حلة على البوتاجاز، بحط فيها عود قرفة وشوية مية يجوا ربعها. ده البلح اهو انا مفصصاه وغسلاه وحطاه في مصفى صفى كل ميته. عشان ايه؟ طبعا مكان الاتربه وكده انتوا عارفين ان احنا بنغسل التمر اللي هو الناشف ده اما بنيجي نبله. فانا غسلته، فصصته الاول وبعدين غسلته وبعدين حطيته في المصفى وحطيته على البوتاجاز. وطبعا غطيت المصفى بعد كده، انا بوريه لكم بس اهو. وبعدين غطيت المصفى عشان كل البخار يطلع يسوي من تحت ومن فوق، ما تبقاش من فوق مكشوفه، البخار يبقى منه للهواء على طول. بصوا بعد شويه اهي هقلبها، قلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان كله يطرى معانا. انا مش بحب اسويه بكوبايه ميه عشان ما يبقاش فيه اي ميات خالص اهو. وتاني كل شويه بقى بوريكم المراحل بتاعته لحد ما هيستوي. هتشوفوا معانا بقى هيبقى استوى وحلو قوي. هحطه بقى في المفرمه اما يهدى شويه. لو عندكم كبه او عندكم مثلا مفرمه يدوي براحتكم اي حاجه. المهم بصوا العجوه نازله عامله ازاي، حلوة قوي طرية وجميلة ومش قادرة اقول لكم بقى حاجة عظمة بصراحة. وريحة القرفة هي ريحتها قرفة فقط، مش متغلغلة جواها يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شفتوا بقى حلوة قوي اهي، نازلة طرية وجميلة وعملت لي كمية كبيرة تخزني منها في تعينيها يعني، او تعملي منها على طول او تحطيها في المطبخ عادي، ما بتتحطش في تلاجة ولا حاجة عشان ما تجمدش منك اهي. عملت كل الكمية وبعدين بحط شوية سمسم بقى محمصين وشوية سمنة بلدي مسيحة، ونهرسها بقى كلها كده ببعضيها لان انا كنت هعمل بيها قراقيش او منين إيه يعني. عشان ايه؟ هرستها واشتغلت بيها على طول يعني. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه. عجوة حلوة قوي قوي وبلح صافي كده من البيت من عندك، وحاجة صبحة وجميلة اهي. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتقولوا رأيكم فيها ايه. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.